اللي عايز يجي بعد اللقاء اقول له هو مين، لكن مش هقول على الهوا. طيب خلينا في اللي معاه 10 بس. ارخص عربيه فيهم 78 او 100,000 جنيه، ف10 بمليون جنيه. طيب العربيه دي بتاخد بنزين بتاخد 360 لتر في جنيه و75 قرش في 12 شهر. كل عربيه من دول او كل ال10 عربيات بيكلفوا الدوله في الشهر 5600 جنيه، في السنه حوالي 70,000 جنيه. عايز ده يصلح؟ عايز ده يقف جنبك؟ لما الواحد فيهم بيكلف الدوله او موقف له عربيات بمليون جنيه وبنزين طول السنه ب70,000 جنيه، ده لازم يكون ركن اساسي في الثوره المضاده. ما انت ما تقوليش البلد ظروفها صعبه ما كانش وقته اللحيه، عايزين نصلح الداخليه. هتصلح مع مين؟ هتصلح مع واحد بيحاربك؟ هتصلح مع واحد الثوره قامت عليه؟ هي مش الثوره دي كانت يوم عيد الشرطه وكان اقصى امان الناس اللي طلعت ان هم يمشوا حبيب العدلي، صح كده؟ والموضوع وصل لحسني مبارك. انما تيجي النهارده تقول لي احنا محتاجين صندوق النقد الدولي، لا مش محتاجين، احنا عندنا سفه حكومي. الحكومه بتاعتنا سفيهه في الانفاق في المال العام. لما وزاره الداخليه فيها 34 مساعد وزير موقف لهم عربيات ب 34 مليون جنيه، بنزين ب 2.5 مليون جنيه، دول 34 واحد في وزاره واحده، ده اسمه سفه حكومي. لما يكون عندنا سفاره ل8 مواطنين متعين فيها 34 موظف بتصرف ملايين، ده اسمه سفه حكومي. لما نقعد نصرف فلوس الناس اللي هو انتوا الضرايب والرسوم والدمغات على التكييف والاكل والشرب، وده اسمه سفه حكومي. هو ده الفساد بعينه يا اخوانا. مشروع الدكتور مرسي بتاع ال100 يورو كان بيتكون من 5 حاجات، صح كده؟ فاكرينهم؟ الامن، المرور، رغيف العيش، الانبوبه، القمامه، اعزكم الله. الامن والمرور تبع مين؟ وزاره الداخليه. تبع مين؟ وزاره الداخليه. طيب رغيف العيش والانبوبه تبع وزاره التموين وشرطه التموين. طيب القمامه تبع المحافظه وشرطه المرافق. ايه القاسم المشترك في كل اللي انا قلته؟ الشرطه، شرطه المرافق، شرطه التموين، المرور، الامن عموما. طب ليه بقى المشروع بتاع ال100 يوم بتاع الدكتور مرسي ما حققش النتيجه بتاعته او ما نجحش اصلا؟ لان الداخليه ما بتشتغلش. واحد يقول لك طيب يا عم ما عشان الداخليه ما بتشتغلش والداخليه مش معاه فانتوا كنتوا خليكوا جوه. طب ما احنا جوه كتير. وانت فاكر ان الضباط المرتاحين او اللي عايزين يرتاحوا هم ال60 دول بس؟ طب ما احنا موجودين جوه الافات ما حدش اعتمد عليهم ومش قادرين يصلحوا. ليه؟ هم عاملين مثل الضباط اللي جوه والافراد اللي عايزه تصلح زي عضو مجلس الشعب اللي كان في المجلس اللي فات لما يجي يتكلم والدكتور الكتاتني مش عايز يتكلم، كان بيعمل ايه؟ بيقفل عليه الصوت. اقعد يا استاذ فلان، اقعد، يدوس على الصوت على الزرار يمنعه من الكلام. ده بيحصل. هو مش عايزك تتكلم، هيمنعك من الكلام، هيجازيك، هيحاكمك، هينقلك، ومحدش هيعمل لك حاجه. انتوا شايفين حضراتكم اهو، احنا اللي متضامن معانا من زملائنا هو اللي عايز يرتاح بس، والقليل جدا من بقيه الضباط اللي عايز يتضامن معانا. ليه؟ خايف من البطش، خايف من العقوبه، خايف على فلوسه، على مرتبه، على اولاده. وانا اعذره